السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا واحد الشهيوه العشاء سهله سريعه ولذيذه. هادو سي دي كروفيت صوتي مع الخضيره بالطريقه ديالي ومع الروز حتى هو. غادي نوريكم كيفاش كندير ليه شهيوه سهله سريعه وبنينه. هانتوما بنات، هنايا راني درت الزبده وغادي نزيد شويه ديال زيت البلديه نخليها تسخن مزيان، وغادي نزيد عليها الكروفيت. ممكن كيبدل لكم الكروفيت عوضوه بالدجاج، بالإمانسي ديال اللحم، باي حاجه عندكم الا ما بغيتوش ديروا الكروفيت. غادي نزيد شويه ديال السودانيه وغادي نزيد شويه ديال لابيرسياد نخليوها غير يتقلى شويه الكروفيت. العافيه خاصكم شويه الزبده لانه غير غادي يتقلى غادي نحيدوه. صافي هنا راه تقلى غير بحال هكا. ملي كيوصل بحال هكا صافي كنحيدوه ونعاودو باش نصوصو الخضره الاخرى، لان الكروفيت ما خصوش يفوت ديك 3-4 دقائق ماكسيموم باش يبقى طري ويبقى لذيذ. صافي هنا رجعنا للمخرج، خليتها كتسخن. هنا غادي ندير عليها البروكولي ونخليهم ثاني يتشحروا غير واحد 3-4 دقائق ونعاودو نحيدوهم. هانتوما بنات بالنسبه للبروكولي غير كيتشحر هكا في 3 دقائق صافي كنحيدوه. صافي دابا غادي نحيدو ونعاود ندير البصله والفلفله حلوه. هنا درت زيت البلديه وغادي ندير فوق منها الفلافل والملح. هنا البنات بالنسبه للفلفله انا قطعتها غليظه هي والبصله باش تبقى لي هكاك كروكون. نتوما ابخي الا بغيتو تقطعوها صغيره ماشي مشكل، انا كتعجبني هكا سيرتو مع هكا دي بلا اللي كيكونوا في ستيل ازياتيك كتجي فريمون زوينه. صافي ها هو الفلفله ديالي فريمون وصلت للسميتو ديالها. غادي نزيد دابا بروكولي وغادي نزيد الكروفيت. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال البرسيات السودانيه الا بغيتوها. غادي نحاول انه انا دايره مصيله. شوفوا كيفاش كتجي. شوفوا غير هكا كيفاش كتجي. غادي نزيد شويه ديال لاصوص صودا وهنا العنصر الاخير اللي غادي نزيد
هو هاد البصيله هكا حمراء، وغادي نزيد الزنجلان حتى هو، هانتوما. بالنسبه للرز انايا هنايا دايره الزبده والزيت البلديه، على حسب القياس ديالكم ديال الرز. انا دايره تقريبا نص كيلو ديال الرز. بغيتو ديروا غير الزبده بوحدها ممكن، بغيتو ديروا غير الزيت بوحدها ممكن. الا عندكم السمن زيدوا طريقه ديال السمن، الا ما عندكمش الزبده كيجي رائع في الرز. هذه واحد لاستوس فريمون كيجي بنين 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 بزاف. وهنا بالنسبه للرز انا عندي هذا البسمتي، غسلته مزيان، كنغسلوه واحد على الاقل واحد 6-8 المرات حتى كيخرج الماء ديالو صافي. نفس الكميه ديال الرز هي نفس الكميه ديال الماء، جبانيه ديال الرز جبانيه ديال الماء صافي. اون فوا غادي يذوب ليا الزبده والزيت، غادي ندير فيهم الرز. ما غاديش نقليه بزاف لانني باغا الرز عادي غير باش ناكومباني به لو بلا ديالي. غادي ندير عليه الملحه والابزار وشويه ديال السودانيه، عطروه باش ما بغيتو. ممكن ديروا حتى البيرسيات كتجي بنينه صافي. انا بالنسبه للكوكيو غادي نسد عليه 5 ديال الدقائق. الا كنتو دايرينه في فوق البوطه عادي كتسدوا عليه، كتغطيو عليه. اون فوا كيبدا الماء يطيب كتنقصوا عليه حتى لحد، وكتحسبوا واحد 15 دقيقه كتطفيو وما كتحلوش عليه حتى كيدوز واحد ربع ساعه بحال هكاك، كيجي رائع. كيف البنات ها هو دابا الروز طاب، غادي نديرو هنايا في لو بول. ابري تقدروا ديروه ديريكتومون ماشي مشكل. عمروا لو بول ديالكم بحال هكا وغادي نقلبوه في طبيسيل صافي. هنا غادي نحاول نقلب الرز ديالي بحال هكا. هنا غادي نجيب الخضيره ديالي وغادي نحطها فوق منها.